عمركم حسيتوا انكم تعبانين من الجري ورا كل حاجة؟ طب بتحسوا ان انتوا بتاخدوا دور الراجل اكتر ما بتاخدوا دور الست؟ ففي الفيديو ده اكلمكم النهاردة عن حاجة اسمها طاقة الانوثة. ايه هي وازاي نرجعها وازاي نعيش حياتنا باتزان عشان يخلي شكل علاقاتنا وطاقتنا تكون اهدى واجمل. بصي يا حبايبي، هي طاقة الانوثة مش معناها ان انت تلبسي فستان او تحطي ميك اب. لا، دي بتبقى طاقة داخلية. ومعناها ايه اصلا؟ ان انت تقدري ان انت تستقبلي هدايا، ان انت تستقبلي كلام حلو، ان انت كمان تستقبلي مساعدة. مش ان انت بتسعي علشان ان انت على طول بتدي بس، لا، انت لازم تستقبلي ده كله. بصوا، هي باختصار ان انت تكوني في سلام مع نفسك. كل واحد فينا سواء الراجل او الست جواه طاقتين، طاقة الانوثة وطاقة الذكورة. بصوا، طاقة الذكورة دي يعني ايه؟ يعني السعي، يعني التخطيط، يعني العطاء، يعني السيطرة، يعني الإنجاز. وطاقة الأنوثة دي يعني الاستقبال، يعني الحب، يعني الاستسلام لرحلة الحياة. وكمان إن أنت تهتمي بالجمال الداخلي والخارجي. بس عايزة بقى أقولك على حاجة، هي المشكلة بتحصل لما احنا نتزنق في طاقة واحدة ونسيب التانية، أو يكون عندنا جزء أكبر من التاني. يعني بالنسبة لي إن احنا البنات إن يكون عندنا طاقة الذكورة أعلى من طاقة الأنوثة. أنا متفهمة طبعا إن احنا دلوقتي عايشين في زمن هو غصب عننا، بس هو في الوقت ده الزمن أصلا هو اللي بيشجعنا على كده، إن يكون في طاقة الذكورة أعلى. هو فعلا كل حاجة حوالينا بتقول انت لازم تشتغلي اكتر، لازم تلحقي نفسك، ان انت تعملي انجازات، لازم ان انت تثبتي نفسك، لازم ان انت تسيطري. هو للاسف حتى الستات بقوا مجبرين ان هم يشتغلوا ويتحركوا طبعا بسرعة علشان يقدروا ان هم يواجهوا الحياة. هقول لكم بقى على كام علامة، لو لقيتي بقى حاجة فيهم في نفسك تعرفي ان احنا طاقة الأنوثة كده عندنا محتاجة ان هي تتوزن، مش في أفضل حالاتها. بصي، اول حاجه في العلامات دي، لو لقيتي نفسك دايما متوتره وبتعملي الحاجه بسرعه وبتحاولي تسيطري على كل حاجه حواليكي، مش عايزه حاجه واحده بس ان هي تبقى خرجت من تحت ايدك. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، ان احنا بنتعامل احيانا بخشونه او ان صوتنا بيكون عالي. الحاجه بقى اللي بعد كده، ان انت بتحسي مش عارفه ان انت تستمتعي باللحظه، مش عارفه تخلي بالك من نفسك. هنا بقى طاقة الأنوثة كده عندنا محتاجين إن احنا نشتغل عليها شوية علشان نتظبط. طب حد ممكن يفكر مع نفسه، أنا هستفاد إيه لما طاقة الأنوثة عندي تكون متوازنة؟ أو إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ هقولكوا دلوقتي على أهميتها، وده بيكون خاصة في العلاقات. بصي يا ستي، انتي لما طاقة الأنوثة عندك بتكون عالية أو بتكون متوازنة أو في أحسن حالاتها، بتدي فرصة للشريك اللي معاك، البارتنر، خطيبك، لجوزك، ايا كان، ان هو كده عنده فرصة ان يطلع طاقة الذكورة بتاعته. ففي الحالة دي العلاقة كده بتكون متوازنة، كل واحد قايم بدوره. الست عندها طاقة أنوثة بتقوم بدورها، والراجل عنده طاقة ذكورة ويقوم بدوره. وطبعا نتيجة لأن طاقة الأنوثة بقت بتقل عند ستات كتير، بقينا بنشوف اللي بيحصل دلوقتي، ان هي بتجيب الطلبات، او ان هي بتروح المشاوير، ان هي ممكن تقف مع اي صنايعي سباك نجار، يعني هي ممكن تودي الولاد التمارين، ان هي ممكن توديه المدرسة، توديهم اي مشوار، تشيل اي مسؤولية اصلا عنه. في ستات بتعمل ده في الاول من باب ان انا هدلعه بقى وهوريه، او فاكرة انه كده هيرضى عليها، او ان هو هتخليه مبسوط. بالعكس، هو اللي بيحصل العكس تماما. اولا انت مع الوقت الحاجات دي بتبقى مطلوبة منك وبتبقى واجبات عليكي. ثانيا، هو مش هيقدر قيمة الحاجات اللي انت بتعمليها دي، ان انت ده عملتيها في الاول من باب الدلع، وهي اصلا مفروضة عليه. لكن بقى لو حضرتك عايشة طاقة ذكورة عالية، مش كل واحد بيعمل المهام اللي عليه، اكيد اكيد هيحصل مشاكل بينكم، ولازم العلاقة ما تكونوش انتوا الاتنين مبسوطين بيها. انا عايزة اقولك ان لما طاقة الانوثة بتعلى عندك،
لو بتفتكري ان ده ضعف، بالعكس ده مش ضعف. دي القوة اللي ربنا اداها لنا. وعايزة اقولك ان قوة الشخصية بتاعت الست في ضعفها قدام شريكها. طيب ازاي بقى ممكن ان احنا نزود طاقة الأنثى دي؟ بصوا، اول واهم حاجة في طاقة الأنثى او ازاي نزودها، ان احنا نهتم بشكلنا وبمظهرنا. وعلى فكرة هو مش لازم ان احنا نكون بنلبس حاجات براند او حاجات غالية علشان نقول ان احنا عندنا طاقة انثى عالية. لا، ممكن تكون حاجات بسيطة بس اللبس مهندم، ريحتي نظيفة، مش لازم احط برفيوم بس ريحتنا نظيفة، واكون منمقة في شكلي. تاني واهم حاجة عايزة اكلمكم عليها، صوتك وطريقة كلامك. آه طبعا احنا صوتنا كلنا بسبب الولاد وكده، وساعات بنتعصب، ويعني ما بنكونش نفسيتنا احسن حاجة، فصوتنا بيبقى عالي. بس هو للأسف الصوت العالي بيقلل جدا من طاقة الأنثى عالية. تاني حاجة كمان، طريقة كلامكم وطريقة تفكيركم عموما، ان انت تكوني شخصية ايجابية، ده هيحبب الناس ان هي تقرب ليكي. تالت حاجة عايزة برضه اقول لكم ان انتوا تعملوها، حاولي ان انت تاخدي وقت لنفسك. اعملي بريك كده من دوشة الموبايل والشغل. حاولي اقعدي لوحدك كده في مكان هادي، حتى لو 10 دقايق، مش شرط يكون وقت اكتر من كده. اشربي مشروب دافي، اقعدي حتى اسرحي مع نفسك، فكري اللي حصل في اليوم. رابع حاجة عايزة اكلمكم عليها، اتعلمي طاقة الاستقبال. بمعنى ايه؟ لو حد قالك كلمة حلوة او جابلك هدية، اقبلي ده من غير ما تقولي لا مش لازم، بجد شكلي حلو. لا، قولي شكرا، ما تقوليش ان هو بجد شكلي حلو. لان حقيقي الاستقبال نفسه بيغذي طاقة الأنوثة وبيزودها. حاجة كمان عايزة أكلمكوا عليها، دلعي نفسك بقى. يعني سبا، ممكن حتى لو مش هنروح سبا برا، ممكن شاور دافي كده في البيت، نحط بعديه برفيوم كويسة، نسمع بعديه قرآن، نسمع موسيقى حتى هادية. حاولي ان انت تعملي اي رياضة. ممكن الحاجات اكتر الرياضات الانثوية، ممكن ان احنا نعمل يوجا، او كمان ان احنا نرقص رقص شرقي. اخر حاجة بقى عايزة اكلمكم عليها، ممكن برضو تزود طاقة الانوثة عندنا، ان احنا نحاول نعمل حاجات ابداعية زيادة. زي ايه؟ زي الرسم وزي الرقص وزي الكتابة. اي حاجة بتخليكي تستمتعي وبتطلعي طاقتك فيها، بتزود حقيقة طاقة الانوثة عندك كده. وبس كده خلصت الفيديو. عايزة اقول لكم في الاخر ان طاقة الانوثة دي هي نعمة ربنا خلقها جوانا. لو عرفنا بجد ازاي ان احنا نوزنها مع طاقة الذكورة اللي موجودة عندنا، حياتنا هتبقى اجمل وأهدى بكتير.